قيد معلول مفاجأة، انفراد في الأولمبية، والزمالك اعتمد الجنيه. اهلا وسهلا بيكم في برنامج ابيض في اسود، البرنامج اللي بيجيب لكم كل الاخبار الشيقه والمثيره والسريعه في اقرب وقت ممكن. النهارده عندنا حلقه ناريه باخبار حصريه وكواليس مثيره، تابعونا للنهايه. قيد علي معلول في قائمه الاهلي، الخطيب انتصر على كولر. الكابتن محمود الخطيب فرض قيد علي معلول افريقيا ومحليا رغم رفض كولر، وده بيأكد ان كلمه المدير الفني ما بقتش ساريه زي الاول. هل ده بدايه ضعف سلطه كولر في الاهلي؟ وهل التدخلات دي ممكن تأثر على الفريق؟ كولر كان شايف ان الفريق محتاج دماء جديدة، وان استمرار علي معلول ممكن يكون عيب. لجنة التخطيط شايفة ان خبرة علي معلول في البطولات الدولية الكبيرة لا غنى عنها. الاهلي محتاج استقرار خلال الفترة دي قبل خوض دور الاقصائيات في دوري ابطال افريقيا. رأيكم ايه في قيد علي معلول عكس رغبة كولر؟ هل القرار ده في مصلحة الأهلي ولا لأ؟ اكتب لنا في التعليقات. انفراد، لجنة قضائية تشرف على انتخابات اللجنة الأولمبية. قرار بتشكيل لجنة من 3 أعضاء قانونيين للإشراف على انتخابات اللجنة الأولمبية في إبريل المقبل لضمان الشفافية. ليه القرار ده جه في التوقيت ده؟ هل هو تدخل ضروري ولا مجرد خطوة شكلية؟ الانتخابات الأولمبية عادة ما بتشهد صراعات ما بين التيارات المختلفة. اللجنة القانونية هتتابع كل مراحل العملية الانتخابية لضمان النزاهة. بعض المرشحين شايفين ان القرار ده ممكن يكون ضد مصالحهم. شايفين الخطوه دي هتاثر ازاي على الانتخابات؟ هل هتكون انتخابات هاديه ولا فيها مشاكل؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات. الزمالك بيعتمد الجنيه في مفاوضات الاجانب. الزمالك المصري قرر التفاوض بالجنيه المصري بدل الدولار مع المدربين واللاعبين في كل الالعاب حتى في السله. رغم ان الفكره هتساعد النادي ماليا إلا أنها مرفوضة في حالات كتير. هل ده هيأثر على مستوى الفريق؟ الأزمة الاقتصادية أثرت على قدرة الأندية على التعاقد بالدولار. بعض المدربين واللاعبين الأجانب رفضوا العرض، وده صعب المهمة على الزمالك. هل ممكن الزمالك يخسر صفقات مهمة بسبب السياسة دي؟ شايفين القرار ده صح ولا غلط؟ وهل الزمالك هيقدر يعوض الفجوة دي بلاعبين محليين؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. قبل ما نختم عايزين نسمع رأيكم في الأخبار دي. هل الأهلي أخذ القرار الصح في قيد علي معلول؟ هل انتخابات اللجنة الأولمبية هتكون عادية ولا فيها مفاجآت؟ هل الزمالك هيقدر ينجح في سياسة الجنيه المصري؟ في أخبار تانية بتدور خلف الكواليس، منها مفاوضات بين لاعب كبير ونادي غير متوقع، خطة جديدة في الدوري المصري لتحسين التحكيم، أزمة في أحد الأندية الكبرى بسبب المستحقات المتأخرة. كل التفاصيل هنعرضها قريبا، تابعونا. دي كانت جولتنا النهارده في برنامج ابيض في اسود. استنونا يوم الاحد الجاي باخبار جديده. لو عجبك البرنامج اعمل لايك وشير واكتب لنا رايك في التعليقات.